ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني يقوم الليل لما الناس تكون نايمة، وأن يعرف بنهاره إذ الناس مفطرون، يعني يكون صائم لما الناس كلها بتبقى مفطرة، وأن يعرف ببكائه إذ الناس يضحكون، شايل هموم وبيقرأ حاجات صعبة، وأن يعرف بصمته إذ الناس يخوضون، بيقرأ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن يعرف بصمته إذ الناس يخوضون، وأن يعرف بخشوعه إذ الناس يختالون. ينبغي له أن يكون باكيا حليما حكيما سكيتا طويل السكوت، لا ينبغي له أن يكون جافيا ولا غليظا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا، يعني حاد الطباع. ممتاز يا حبيبي، ممتاز. شفتوا الكلام ده؟ ايه رأيكم؟ ده اختصار لما ينبغي عليه أن يكون صاحب القرآن. كل حاجة، الحياة كلها خلاص هنا. يعرف بليله إذ الناس نائمون قوام، صيامه إذ الناس مفطرون، يعرف بحزنه إذ الناس يفرحون، يعرف بصمته إذ الناس يخوضون، يعرف بخشوعه إذ الناس يختالون. ينبغي له أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكينا سكيتا، لا ينبغي له أن يكون جافيا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا، كنش بيجعر، كنش فظ. ده صاحب القرآن، بيبان عليه نهاره في ليله في سمته في هديه في كلامه في حواره. ده الكلام.